زمان كان في مصطلح اسمه أخلاق الفرسان. أخلاق الفرسان ده كان ليه علاقة بحاجات كتيرة في الحياة، منها أخلاقهم في ساحة الحرب. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ زمان كان في مصطلح اسمه أخلاق الفرسان. أخلاق الفرسان ده كان ليه علاقة بحاجات كتيرة في الحياة، منها أخلاقهم في ساحة الحرب. كان في حاجات كتيرة ما ينفعش إن حد يعملها حتى أثناء الحرب. على سبيل المثال، فكرة إن واحد بيحارب واحد اتنين في مواجهة بعض، لو جه واحد تاني من أي طرف وضرب حد من اللي بيتحاربوا من ظهره أو بقوا اتنين ضد واحد، فدي كانت إهانة كبيرة للاتنين. يعني ما ينفعش إن واحد يكون بيواجه واحد وحد تاني يتدخل. إهانة كبيرة للاتنين. ليه؟ لأن كان معناها إن الشخص اللي بيحارب ده هو مش قادر إن هو يحارب لوحده، أو إن هو مش كفء لوحده في إن هو يحارب. فبالتالي كون إن الشخص التاني ساعده ده معناه إن هو شايفه مش قد المهمة. وبالعكس، الشخص اللي هو واحد في مواجهة اتنين ده كده هم ادوله قيمة اعلى. يعني مثلا زمان كان يقولك لا انا مش هحاربك، انا هبعت لك الصبي بتاعي هو اللي يتعامل معاك. لكن انت النهاردة لما اتنين اتجمعوا ضد واحد، فمعنى كده ان الواحد اكتر او اقوى او اشد، او الواحد مش هيقدر عليه فاتنين اتجمعوا عشان يقدروا عليه. دي كانت حاجة من الحاجات الاساسية. هنمشي بالزمن شوية، وبعد الفرسان هنخش في عصر تاني اللي هو عصر الفتوات. كان ايام الفتوات كان في شخص الفتوة وكان معاه رجالته. الرجالة هما بيقوموا بالادوار اللي بيوجههم بيها الفتوة، لكن في نفس الوقت لو كان في اي حد عايز يواجه الفتوة لوحده، كان رجالته كلهم ما بتتدخلش، لنفس المعنى اللي انا قلته قبل كده في اخلاق الفرسان، ان لو الناس اتدخلت عشان تدافع عن الفتوة بتاعهم لو حد طلب مواجهته هو لوحده، فده معناه اهانة للفتوة. نجري بالزمن بقى، نجري جامد جدا ونوصل للوقت الحالي في زمن البلطجة. في زمن البلطجة ما بقاش فيه وجود لأي نوع من انواع الاخلاق اصلا، فبالتالي انت ممكن تلاقي كل حاجة متاحة، كل حاجة بتتعمل، لان اصلا مفيش فكرة ان هو الناس هتقدر ده ان هو عمل كذا لوحده ولا عمله مع ناس او اي حاجة من الكلام ده. اقتناع بان الناس ما بتفكرش كتير، فبالتالي بقى مش مهم الوسيلة ايه، بقى مهم الهدف. ومش مهم الهدف ده انت وصلت له ازاي، المهم ان انت وصلت للهدف. ومفيش بذل مجهود في التفكير ان اللي انت بتعمله ده في النهائي معناه ان هو في صالحك لما انتوا تبقوا اتنين ضد واحد، ولا ده في الحقيقة بيقل من قيمتك وبيقل من قيمة اللي انت معاه. وبالعكس ده بيدي قيمة اكتر للشخص اللي مش قادرين تخلي واحد بس هو اللي يواجهه. للأسف ده نوع من انواع المفاهيم اللي اختفت بسبب ان حتى اغلب الناس بقى عندها قلة ثقافة وعندها قلة اهتمام بان هي تفكر هي بتعمل اللي بتعمله ده ليه اصلا. ودي مشكلة بقى في حد ذاتها عايزة سنوات نتكلم فيها. اتمنى المعلومات تكون عجبتك، متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعملنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.